ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كلها ايام بسيطة جدا ونستقبل الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. اهداه الله عليكم بالخير واليمن والبركات. اللهم بلغنا رمضان لا فاقد ولا مفقود، وكل عام وانتم بألف خير وبصحة يا رب. كلنا طبعا بنبقى عايزين نعمل احلى حاجة نقدمها لولادنا ولأسرتنا بمكونات بسيطة جدا. ممكن تعملي أحلى حلا بكل بساطة في البيت، ومش مكلف خالص، مش هياخد معاك أي مجهود. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض وصفتنا ونشوف هنعملها ازاي. طبعا الكنافة احنا بنجيبها بنفرزها في الفريزر عشان تبقى سهلة معانا في التقطيع. اي كمية انت هتجيبيها هتحطيها طبعا في الفريزر، هتطلعيها تقطع معاكي بكل سهولة. ولو انت بقى مستعجله وجبتيها وما كنتش يعني لحقتي تفرزيها، ممكن بقى تقطعي قطع صغيره او تفرميها في الكبه. بس الاسهل واللي احنا جربناه ان احنا نحطها في الفريزر عشان تبقى سهله معانا في تقطيعها وتطلع معانا بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. هنبدأ مع بعض بقى الوصفة بتاعتنا. أول حاجة هنعملها هي الشربات، عشان احنا عايزينه بارد مش سخن. أنا معايا كوبايتين من السكر، ومعايا كوباية من المية، مية من حنفية عادية خالص، وعليهم عصرة ليمون صغيرة، ونص معلقة فانيليا المتوفر سايلة أو بواكي عادي خالص. هنقلب كله على بعضه بالطريقة ديت. كل ده على البارد، احنا لسه مرفعناش على النار. وهضيف معلقة كبيرة عسل جلوكوز، بيدي لمعة حلوة أوي للشراب بتاعنا، وبيخليه ما يسكرش معانا. هنرفع بقى الشربات على نار عالية. أول ما هيغلي معانا هنهدي النار ونسيبه حوالي 5 دقايق، وبعد كده هنطفي عليه. هنروح بقى مع بعض نجهز نعمل الخطوة التانية. الكنافة هنقطعها بالشكل ده، نطلعها متلجة، فكانت سهلة معايا أوي في تقطيعتها، ما خدتش معايا وقت خالص، لحد ما هنوصل للقوام اللي حضراتكم هتشوفوه ده. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. انا معايا بقى معلقتين كبار سكر بودر، هضيفه على الكنافة وهقلبه كويس معاها. معايا نص كوباية سمنة انا مسيحاها، تكون نوعها كويس عشان الوصفة بتاعتنا تبقى حلوة بالشكل ده. في الوقت ده انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 عشان ادخل الصينية بتاعتي على طول. اول ما تجهز انا جبت صينية مقاس 24، دهنتها كويس بالسمنة، ونزلت عليها بالكنافة بتاعتي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هدخلها بقى على الرف الاوسط. خدت معايا حوالي نص ساعة. جيب معايا بقى حلة على البارد كده، هحط فيها 3 كوبايات لبن. اللبن بارد مش سخن. وهضيف عليهم 3 معالق هرميين نشا. ولو حابه تضيفي سكر ضيفي، انا ضفت معلقتين بس، مش حاباها تكون مسكره قوي. طبعا السكر ده حسب ذوق حضراتكم. هقلب بقى كويس الخليط كده مع بعضه على البارد، وبعد كده هرفعه على النار بالشكل ده. وهضيف عليه اول ما يبتدي يتماسك كده معلقه كبيره زبده، ونص معلقه فانيليا سايله. ونفضل بقى نقلب لحد ما الزبدة بتاعتنا تدوب. خلاص كده هو جاهز معانا. والكنافة بتاعتنا جهزت معانا، خرجت من الفرن بعد نص ساعة. انا شغلت عليها الشواية عشان تاخد معايا اللون الحلو ده. هسقيها طبعا بالشربات، الشربات بارد والكنافة سخنة. وبعد كده هضيف عليها المهلبية ديت، وهي بالشكل ده بتكون سخنة ما بردتش. وهسيبها تتشمح شوية لحد ما تبرد معايا. الجو ساقع مش محتاجة تلاجة. زين ده حسب ذوق حضراتكم. لو حابة تحطي فراولة حطي، حابة تحطي مكسرات حطي. انا كان عندي حبيتين مانجا بشرتهم وحطيتهم بالشكل ده، وقطعتها
وهنقدمها بألف هنا. بصراحة طلعت تحفة وما خدتش معانا وقت خالص، ومقاديرها بسيطة جدا متوفرة معانا ان شاء الله في البيت. وكده الفيديو بتاعنا خلص. لو اول مرة بتشوفوني لايك وشير واشتراك في القناة، واتك على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد انا بعمله. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة. بحبكم في الله.